السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهاردة هنعمل التورتة دي، هنعمل نص شوكولاتة ونص فانيليا بطريقة سهلة جدا، بمقادير ان شاء الله تكون متوفرة عندك في البيت. زي ما انتم شايفين النتيجة طالعة معانا هايلة. طالعة معانا حلوة جدا. نقول بقى بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة هنجيب العجان، مفيش عجان يا جماعة يبقى المضرب كهربائي، ومعانا مية مثلجة، ومعانا دي اسبونج ربع، 250 جرام من الفانيليا و250 جرام من الشوكولاتة. هنبتدي نجيب العجان بتاعنا، هنحط فيه 3 بيضات، وكمان نص كوباية من المية المثلجة، وفانيليا، ومعلقة من محسن الجل، ومعلقة كمان من الخل، وهنحط الدقيق اللي هو حوالي ربع كيلو من دقيق الاسبونج. عملنا مع بعض، انا بعمله يا جماعة على ايدي يعني في البيت، فتقدري ايه تدخلي على الفيديو بتاع دقيق الاسبونج وتجيبيه، يعني هتستفادي منه كتير. هنبتدي بقى نخلط الخليط معانا كده لحد ما نبص نلاقي الكمية طبعا تضاعفت واللون بقى ابيض. قبل ما شغالين في اي حاجة، فرننا ساخن على درجة حرارة 180، السلك في تاني رف من تحت. هنبتدي بقى اهو، مجرد ما هيعلى معانا محضرين صينيتين مقاس 26، طبعا دهنينهم بسمنة ومعفرين بشوية دقيق، وحاطين طبعا ورقة زبدة او اي ورق كراسة رسم في القاع. بعد ايه ما اتضرب معانا وصل القوام اللي احنا شايفينه مع بعض ده، انا طبعا رافعه الصواني دي على اطباق عشان تميل شويه زي ما انتم شايفين، عشان هقسم نص الكميه كده في نص الصواني، وارجع اضرب مقدار تاني بقى شوكولاته، عشان انا هعملها نص فانيليا ونص شوكولاته. على طول بقى هنشتغل في اللي بعد كده. انا حطيت في اللي هو الشوكولاته، زودت له بيضه، حطيت 4 بيضات، 250 جرام من دقيق الاسبونج، وكمان فانيليا، معلقه خل، معلقه كبيره من محسن جل حوالي 30 جرام، وكمان نص كوبايه ميه مثلجه اهو، معلقه من محسن الجل، نص كوبايه الميه. وهنشتغل برضو ده ورا ده كده على طول، زي ما انتم شايفين القوام كده بيبقى ايه زي الكريم جانتيه. هنجيب بقى النص التاني ونحاول ننزل بالخليط. الخليط بتاعنا مظبوط خالص، هيدينا 4 ديسكات في منتهى الجمال اهو. هننزل بكل الكمية وهنبتدي نسويهم واحدة واحدة كده، وهنظبطهم مع بعض اهو. زي ما انتم شايفين كده جايين معدين كمان نص الصينية. دي صينية يا جماعة مقاس 26، بيطلع معانا المقدار ده بنقسمه على 2، والمقدار التاني برضو بنقسمه على 2. هندخله فرن بقى سابق تسخين 180 على 180 درجة، بيقعد حوالي من نص ساعة لحوالي 45 دقيقة. بعد ما بيطلع معانا بنقطعه ايه 4 ديسكات، ونبتدي يكون عندنا ايه مية بسكر عادية خالص، كوباية مية على معلقتين 3 سكر، وهندوبهم. وهنجيب طبعا
قاعدة التورتة، وهنبتدي نحط ديسك، ونبتدي نحط الكريمة اللي هي الفانيليا، وبعد كده كريمة الشوكولاتة. الكريمة عبارة عن ايه بقى؟ اول حاجة بنضرب كده كوباية كريم جانتيه خام، نص كوباية سكر، معلقتين من باستري كريم، كوباية ونص من المية المثلجة، مثلجة تبقى مشبرة كده، وفيها قطع يعني من التلج خفيفة. بعد كده هنقسمهم نصين، هنحط على اللي هي بالشوكولاتة اللي هي بالكاكاو معلقة كاكاو خام، وكمان معلقتين كبار كده من جناش الشوكولاتة. دي نوتيلا، ببتدي اطعم كده اللي هي ناحية الشوكولاتة بالنوتيلا. وطبعا التانية دي عندي بقى ايه اللي انا المانجا اللي انا كنت مفرزناها، هبتدي برضو نحط مكعبات مانجا، ونحط كمان ايه صوص من جيلو المانجا. هنطعمها خفيف كده بقطع المانجا. وكمان هنحط جيلو مانجا. وهنبتدي برضو نحط ايه الديسك التاني، وناخد بالنا يا جماعة الشوكولاتة فوق الشوكولاتة. هنسوي بايدنا كده، وبرضو بالشربات الخفيف بنكرر العملية دي في الاربع ديسكات. بعد كده انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو بختصر الفيديو معاكم. هنبتدي نجلس الجوانب. طبعا ديسكات الشوكولاتة بنطعمها برضو بالنوتيلا، ممكن تحط مكسرات، واللي هي بالفانيليا بنطعمها برضو بايه بصوص جيلو المانجا ومكعبات المانجا ايه اللي متوفرة عندك يعني. هنبتدي بقى حطينا الكريمة اللي هي بالفانيليا، هنبتدي بالسكرابر كده نجيبها وهنسويها واحدة واحدة كده، هتلاقيها اتسوت معاكي. كل ده يا جماعة هيتساوي. لو حتة طبعا ايه الكيك باين فيها او حاجة بنبتدي نزودها كريمة. انا على فكرة الكوباية طبعا خلصت في اللي هو في الديسكات من جوه، لكن ضربت تاني نفس المقدار كريمة تاني، وبرضو قسمتها نص شوكولاتة ونص فانيليا. بعمل ايه عشان بس الكريمة ما تبقاش ما يدخلهاش هوا وكده؟ انا بعمل ايه كوباية تخلص اروح عاملة اللي بعديها. هنجيب بقى السكرابر بتاعنا ونبتدي نساوي السطح بتاع التورتة والجوانب واحدة واحدة كده، هتلاقيها اتساوت معاكي. وكده كده الوش ده كله هيتدرى بالفاكهة، وهيتدرى كمان ايه بجناش الشوكولاتة. زي ما قلت لكم انا بعمل جناش الشوكولاتة عبارة عن ربع كيلو من الكريم من الشوكولاتة الخام، عليها كوباية لبن، نحط كوباية لبن، معلقتين كريم جانتيه خام، ربع كوباية زيت، وهنحطهم يغلوا. مجرد ما هيغلوا اروح نازلين عليهم بربع كيلو شوكولاتة خام مبشورة، وندوبهم مع بعض. طبعا يكون اللبن بعد ما سخن رفعناه من على النار. عملنا روزيتات. حبيت اقسمها كده ل3 لان هي يعني كان مطلوب ان الاسم يتكتب، وعايزه نص شوكولاته وعايزه نص فاكهه، فعملت كده ايه في النص كده زي ما انتوا شايفين عشان ايه اكتب عليها الاسم. جبنا بقى ايه جناش شوكولاته، حبينا نعمل بس ايه دريبات كده زي ما انتوا شايفين. وبرضو هننزل كده حاجه بسيطه كده ايه من جيلو المانجا. المفروض يا جماعه قبل ما نعمل الدريبات دي خالص اللي هي اللي عامله زي الدموع على الجوانب دي، ما نكونش عملنا يعني ما نحزمش التورته من تحت، يعني نعملها هي الاول وبعد كده ايه نحزم التورته. لكن انا عكست، عملت الاول حزمت التورته ورجعت ايه عملت الدريبات.
فما فيش اي مشاكل، طالعه معانا برضو حلوه وهايله. شايفين بقى الحته اللي انا سبتها في النص دي حطيت فيها نوتيلا. احنا نحاول بس كده ما تنزلناش على ايه، على الجوانب. بعد ما خلصناها بقى طبعا حطينا جناش الشوكولاته، وعملت كمان الاسم اهو. وعملت بقى ايه، يعني مثلا لو عندك ورق ترانسفير او اي شوكولاتات حبيت، والملويين دول الشوكولاتات اللي انتوا شايفينها دي. معانا مانجا بقى مقطعينها، هنحطها بقى زي ما انتوا شايفين. ابتدت بقى تظهر معانا اهو. وهنرص ايه المانجا في النص اللي هو بالفانيليا. وفي واحدة كيوي كده رحت قسمها زي ما انتوا شايفين كده، وحبينا ايه نحطها برضو ايه في الجنب التاني تكسر بس لون المانجا شوية. طبعا المانجا دي يا جماعة بنلمعها بجيلو المانجا، او اللي هو جيلو التلميع اللي هو الشفاف. اهو جيلو الشفاف كده بلمع اللي هي الكيوي. كده تمام، خلصت معانا التورته بتاعتنا، طالعه معانا قمر ولا احلى من كده. ما تنسوناش بقى باللايك لو وصلتوا معانا لحد كده، والاشتراك في القناه، وتشرفوني كده وتنوروني، وتقولي رايكم في الكومنتات ايه. طالعه معانا يا جماعه هايله ولا احلى من كده، والله في منتهى الجمال. تقدر اي ست بيت انها تنفذها في البيت للاولاد، تهدي بيها حد لو هتعمل مشروع. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. بكده بقى خلصت وصفتنا وخلصت تورتتنا. انتظروني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، واسيبكم على خير، واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف مليون سلامة.